وصفات المدفون كثيرة ومتعددة. اليوم راح أحضر معاكم أطيب وصفة مدفون وعلى طريقتي، وأكيد راح تعجبكم. بداية راح أحضر معاكم تتبيلة الدجاج. عندي مقدار حبتين من البندورة تخلصت أنا من القشور، راح أنزل فيهم بإبريق الخلاط. عليهم راح أضيف حبة بصل، بالإضافة ل5 حصوص من الثوم مقشرين برضو، ملعقة كبيرة من الزنجبيل الأخضر الفريش، ربع كوب من معجون البندورة مشان أعزز عندي اللون، 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الكزبرة، ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، بالإضافة لنص ملعقة صغيرة من الكمون، ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع ملعقة صغيرة من الهيل. هاي المكونات كلها مع بعضها راح أغطي البريق عندي وأسمي بسم الله وأطحنهم بشكل ناعم. مجرد ما صار الخليط معي ناعم هيك صار جاهز حتى أتبل فيه الدجاج. المكون الأساسي والرئيسي عندي دجاجة مقطعة من النص، وأنا فقط أحدثت داخلها شقوق طولية مشان عندي تتغلغل النكهات مع بعضها البعض وتتشبع بالتتبيلة اللي حضرناها مع بعضنا. اكيد بحاجه لحبتين من البطاطا، وجميع الخضروات انتم بامكانكم تستبدلوها باي شيء انتم بتفضلوه. عاده المدفون بيتحضر بنفس الطنجره، ولكن البعض بيحصل عندهم مشاكل، الخضار عندهم تلزق بقعر الطنجره. بالاضافه لمقدار 1 كوب من الجزر، قطعوه بالشكل يلي انتم بتفضلوه. طبعا بامكانكم تضيفوا البصل، البندوره، الثوم، شرائح من الفليفله برضه بامكانكم. بعد هيك بدنا نسمي بسم الله ونسكب عنا خليط التتبيلة يلي حضرناه. طبعا ما شاء الله ما بتتخيلوا الريحة قديه بتشهي. بعد هيك بدي أوزعهم داخل شقوق الدجاج، ومن الأسفل برضه أتأكد إنه يوصل لجميع جهات وتتغلف بشكل منيح. برضه الخضار عنا. بعد هيك بدي أغطيها وأدخلها لفرن محمى مسبقا، رف أوسط درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة. بعد هيك راح أزيل عندي الغطاء وفقط أحمرها لمدة 10 دقائق من الأعلى. لتحضير الرز، شخل الرز أو سلقه عندي بماء مغمور، نار قوية. راح أضيف مقدار 2 ملعقة كبيرة من زيت النباتي، عندي عودين من القرفة أو الدارسين، حبتين من اللومي ليمون مجفف، بالإضافة لورقتين من الغار أو اللورة، 10 حبات من الهيل الحبهان، 10 حبات من المسمار كبش قرنفل، وملعقة كبيرة من الملح. هدول راح أضيفهم بهالشكل. بعد هيك عندي مقدار 3 أكواب من الرز طويل الحبة، منقوع ومغسول ومصفى مسبقا، وبدي أعطيهم تقليبة، وبدي أتركهم على نار قوية يغلي معي الرز فقط لمدة ربع ساعة. مجرد ما الرز صار معي بهالمرحلة تقريبا 3/4 سوا، راح اطلع فيه عن النار واصفيه. بس بدي افرجيكم الدجاج والخضار بعد ما طلعوا معي من الفرن. طبعا شوفوا جمالية هالالوان، ما بتتخيلوا ريحتها قد ايه بتشهي. هدول راح اخذهم عندي على جنب بهالشكل. في طنجرة الطبخ عندي بداية راح اضيف الدجاج بهالشكل، اكيد مع الخضار. بعد هيك كل هذا الصوص يلي حضرناه وضفناه للدجاج وتبلنا فيه الخضار راح أضيفه بشكل كامل، ونسمي بسم الله ونبلش نضيف الرز. شوفوا معي ما شاء الله الرز كل حبة بحبتها، ريحة هالقطايب وهالمطيبات يلي ضفناهم غير شكل ما شاء الله. فراح أضيف الرز بهالشكل. بعد هيك عندي مقدار 1 ملعقة كبيرة من منقوع زعفران، أضفت عليهم القليل من الماء، راح أضيفهم بهالشكل. وراح أضيف عندي شعيرات زعفران. طبعا هالخطوة اختيارية، بإمكانكم تستغنوا عنها، ما في عندكم أي مشكلة. وبهيك عندي طنجرة المدفون صارت جاهزة حتى أطلع فيها على النار. راح أطلع فيها على النار، نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع وضع الغطاء حتى تتسبك وتتجانس عندي النكهات مع بعضها البعض. خلينا نسمي بسم الله ونشوف طبختنا مع بعضنا. بس بدي أعطي للرز تقليبة. شوفوا معي ما شاء الله جمالية هالألوان. طبعا ريحة الزعفران بتشهي، وهالتوابل يلي غير شكل. وبهيك وصفتي صارت معي جاهزة للتقديم. سكبت عندي المدفون في طبق التقديم، واكيد مثل ما عودتكم دائما بالنسبه للتزيين هو اختياري. بس شوفوا لي ما شاء الله جماليه هالطبق. خلينا نسمي بسم الله ونجرب مع بعضنا الدجاج. شوفوا معي قد ايه الدجاج دايب ذوبان. خلينا نسمي بسم الله ونجرب وصفتنا مع بعضنا. قدموها مع الدقوس، مع اللبن، لبن بخيار، اي شيء بتفضلوا بامكانكم تاكلوه معها. ان شاء الله الوصفه انها تعجبكم، وبالف عافيه عليكم يا رب.